أنا دايما بحاول أعمل فيديو حلو. شيء سهل جدا جدا إن أنت تعمل فيديو حلو الصراحة. فلو أنت فيديوهاتك حلوة زي كده تعال جنبي هنا والفيديو ده ليك. بص، الإيقاع ده حاجة بنحسها وبنشوفها وبنسمعها، واللي يهمنا كصناع أفلام أو كصناع محتوى هو الإيقاع البصري كمان. أقول لك على مثال بسيط يعني إيه إيقاع بصري. تخيل كده إن أنت بتسمع درامز أو طبلة أو أيا كان، فهي بتبقى درام بعد كده سكوت، درام بعد كده سكوت، درام، وهكذا وهكذا. قيسوا بقى على كل الفيديو ده اسمه إيقاع، ممكن يبقى إيقاع سمعي أو إيقاع بصري. طيب وده كده في حاجة اسمها alternation أو التبديل، يعني صوت وسكوت، صوت وسكوت. وتاني حاجة هي التكرار أو الريبيتيشن، يعني مش ضربة واحدة وخلاص. طبعا ممكن تقيسها على حاجات كتير قوي، فالتكرار ده بيفيد في الإيقاع البصري كمان. وآخر حاجة وهي برضو حاجة مهمة وهي التيمبو، يعني إيقاع الفيديو بتاعك أو المشهد اللي أنت بتعمله هل هو سريع ولا بطيء. وطبعا السريع ليه أحاسيس وحاجات مختلفة، والبطيء برضو فيه أحاسيس وحاجات مختلفة تماما عن بعض، وإيه الإحساس اللي عايز أوصله. وطبعا مش لازم كل حاجة تبقى كلامية، يعني عايز توصل له إيه من الصورة هو لازم تفكر في دي. فالثلاث حاجات دول مهمين جدا في صناعة محتوى أو صناعة مشهد بشكل عام. زعيم مافيا كده قاعد وفارد فك كده عزيزي المشاهد، بتلاقي دايما ان الكادر فيه خطوط ونمط معين جوه الكادر، زي بالظبط الخطوط اللي جوه الشباك ده، سواء خطوط عرضية أو خطوط طولية أو حتى خطوط داخلة في بعض ورا الممثلين اللي بيمثلوا. طبعا انت بتفتكر ان هو بيختار ده عشوائي، ولكن لا، هو بيختار ده عن عمد عشان يوصل لك الإحساس اللي هو عايزه. خلينا اشرح لك بمثال بسيط. تخيل كده جبنا لك كادر فاضي خالص مفيهوش اي حاجه، عامل بالظبط زي الموتور اللي بيزن كده وخلاص. فطبعا الكادر الفاضي ده ما فيهوش اي ايقاع، يعني انا لو وريته لك كده انت هتقول لي وبعدين. هو ده بقى الايقاع البصري. لو جيت قلت لك بقى الكادر الفاضي ده حطينا فيه شخص في النص، اتغير تماما وبقى فيه ايقاع، بقى فيه خط طولي في هذا الكادر الفاضي، فبقى فيه نوعا ما ايقاع. فالخط ده لوحده عمل لك ايقاع بصري. يعني ايه؟ يعني بقى متواصل مع الكادر اللي حواليه، بقى فيه خط فراغ، خط اللي هو الممثل او الاوبجكت اللي موجود، فراغ، خط. فهو ده ايقاع بصري باختصار. فهمنا عزيزي المشاهد ولا انا بهري على الفاضي؟ فانت يا عزيزي المشاهد فهمت يعني ايه خطوط. فطبعا كل خط يعني دم، زي بالظبط اديت لك مثال على الطبلة، وكل فراغ هو سكون. وبالتالي لو الخطوط متساوية وتحس ان الكادر منظم كده، يبقى الكادر ده اكيد منظم وبسيط وعايز يوصل لك ان مفيش حاجة هتحصل. ولو الخطوط مش متساوية ومش منتظمة، بتحس كده ان الكادر فيه حاجة غلط، وان المخرج عايز يقول لك ان فيه فعلا حاجة غلط بتحصل في الكادر ده. وكل ده من غير ما يقول ولا كلمة، ده بس بالخطوط اللي جوه الكادر فقط. فهو ده الإيقاع البصري، لازم تهتم بيه، خلي بالك. يعني لو انت مثلا بتصور في اوضه ضيقه زي حالاتي كده، فاستغل الخطوط زي بالظبط الشباك ده في ان انت تخلي الكادر مكثف وشكله كويس. عايز تخلي المشهد متساوي وهادي، صور في حته فيها خطوط متساويه ومنتظمه. لو عايز مثلا تحسس المشاهد ان في، يعني انت بتتكلم على حاجه مهمه قوي مثلا، بتخلي الخطوط غير متساوية. فقبل ما تصور لازم تسأل نفسك فين الخطوط المتساوية اللي موجودة عندي دلوقتي، وازاي استغلها ان انا احسس المشاهد بحاجة شبه كده. انت طبعا ممكن يكون عندك الأوضة فيها خطوط بسيطة، مثلا في شبابيك عندك، في مثلا الكراسي، يعني مش شرط الخط ده يبقى حاجة معينة او زي الشباك ده مثلا، لا، ده ممكن الخط يبقى كرسي او ايا كان الاوبجكت اللي انت هتستخدمه في الخلفية. ممكن مثلا السرير او حف السرير يبقى برضو خط مثلا منتظم او كده. وده مش كلامي طبعا، ده جبته من كتاب بروس بلوك ذا فيجوال ستوري تيلينج، يا ريت تقراه عشان مفيد جدا جدا، وبيشرح كل ده باختصار واحسن مني بكتير. وقبل ما امشي، ده المشهد اللي هعمله الاسبوع الجاي ان شاء الله.
فتابعني عشان تشوفه يوم الجمعة. شكرا، مع السلامة. انت ما فهمتش ليه